فرصة مش هتتكرر تاني. لو عندك نشاط، مشروع، أو حتى مأجر شقة، الحكومة بتقول لك تعالى نبدأ من جديد. 3 قوانين جديدة في 2025 بتساوي تسهيلات ضريبية ما حصلتش. هي القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025. أهم التسهيلات دي: اللي ما سجلش نفسه في الضرايب سجل نفسك خلال 3 شهور، وانسى المحاسبة عن السنين اللي فاتت، بدون غرامة وبدون فوائد. ولو عندك إقرارات ناقصة أو متأخرة قدامك 6 شهور تقدمهم بدون أي عقوبة. كمان لو عندك منازعة ضريبية، القانون بيقول لك تعال نحلها بهدوء، هنخفضها على أقساط ومن غير فوائد. وفي تسهيلات مهمة قوي لكل المشروعات اللي رأس مالها أقل من 20 مليون جنيه. أهم الإعفاءات دي: إعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية، إعفاء من توزيعات الأرباح، ومفيش دفاتر ولا خصم تحت الحساب. كمان هتدفع ضريبة مخفضة تبدأ من 4%، وفحص ضريبي بعد 5 سنين. وأهم حاجة، هتقدم إقرار مبسط مش محتاج لمحاسب قانوني كبير. كمان التسهيلات ما نسيتش المخالفات، فلو عندك مخالفة ضريبية اتفتح باب التصالح عليها. لو عندك مخالفة استقطاع أو خصم تقدر تدفع 12.5% فقط وتقفل الموضوع تماما. وخلي بالك، أقصى غرامة ممكن تدفعها مش هتعدي أصل الضريبة. يعني إيه؟ يعني 2025 سنة تصفية، سنة تسهيلات، وسنة ابدأ من جديد. لو مشيت صح دلوقتي هتوفر كتير وهتنام مرتاح. نصيحتي: استشير محامي أو خبير ضرائب، بس أهم حاجة ما تفوتش الفرصة.